عاملين ايه؟ وما بنشخص اي اضطراب من عرض واحد. يعني زي ما بنشخص التوحد عشان بس الطفل بيقف على طراطيف صوابعه او طفل اتاخر في الكلام، ما بنشخص الطفل صعوبات تعلم علشان هو بيكتب بالعكس او بالشقلوب او ما يعرفش يمسك القلم. دي ممكن تبقى مشكلات كتيرة جدا جدا تانية، بس مجرد مشكلة لو حليناها الولد مش هيبقى عنده اي مشكلة ولا اي حاجة. ما ينفعش ان احنا نقول ده عنده اضطراب، ده عنده كذا، لان عنده اضطراب دي او كسور او عجز او اعاقة دي حاجة كبيرة. ممكن تقول عنده تأخر، عنده مشكلة، عندنا حاجة مش عارفينها، في مشكلة محتاجين نلجأ لمتخصص. بس ما تقولوش عندنا صعوبات تعلم، لانه ده غلط. ده احنا بنحط حاجات في المجتمع هتعمل لنا اعاقات وهتأثر على مستقبل اطفال واحنا مش حاسين، واللي هيشيل ده في المستقبل المجتمع ككل، لان العيال دي هتوقف دراسة، هتوقف تعليم، هتوقف مستقبل، هيتم تعاملها بطريقة معينة، وبالتالي هتحصل مشكلة. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير ودمتم بخير.